هذا الكنز لقيناه على كورنيش الحله. قررنا نسوي تحدي مع الناس، اذا ما ذاب بالشارع اليوم قطف جقاره او قشور حب او قوطيه بيبسي راح نقدم له هديه، وراح ناخذه لاحد المشاريع اللي احنا نشتغل بها ونعزمه على حسابنا. وهذا التحدي سويناه بعد ما شفنا الانقاض وقشور الحب على كورنيش الحله، الكورنيش الجديد والجميل. والتحدي بديته مع سائقي السيارات، وقفت بشارع 60 واشرت على السياره. الله يساعدك استاذي، انت اليوم هم ذاب بالشارع وسخ؟ لا ما ذاب. فبما انه ما ذاب وسخ بالشارع، اليوم غداء على المطعم. اهلا وسهلا، تفضل ويانا تتغدى وترجع على شغلك. وطبعا مطعم الحمراء بشارع 60 تعاون ويانا على هاي الحمله او المبادره. بس كون ما متغدى يلا. قعدنا وتغدينا واكلنا مندي، ثم شربنا شاي بعدها، وراح ننطلق بسلسله فيديوهات تخص النظافه في مدينه الحله. واول فيديو اختاريناه بمطعم الحمراء، والسبب لانه اكو نظافه واكو هدوء واكو ترتيب. شنو رايك بالمبادره؟ كلش حلوه. هذا ابو المي ما يقدر من يشرب يخليها بالسياره. شوفوا هذا الكنيس مخليه بالسياره. شوف ترى والله الموضوع كلش سهل، مجرد انه انت الشيء اللي تاكله تخليه بالسياره، تنزل للبيت تخليه بالحاويه. انتهى والله انتهى. وبالاخير نطلع بلدنا مثل اليابان، وتقولون اليابان هيك اليابان صارت. اما كورنيش الحله فراح نروح كل فتره ونراقب من بعيد الناس اللي تقعد، ونشوف من اللي ما يذب قشور راح نقدم له ايضا هديه. وبالاخير لا تنسى تشارك الفيديو حتى تكون سبب في نظافه هذا المجتمع.